أنا لما كنت في الجامعة كان معانا واحدة بيتقال عليها كلام كتير بسبب كلامها مع الشباب وإنها مش محجبة وكل شوية نشوفها مع واحد مختلف، لحد ما لقيت في يوم زميل معانا جاية بيسألني عن أخلاق البنت دي لأنه عايز يروح يخطبها بعد ما يخلصوا آخر سنة. وبصراحة أنا كنت عارف كل ده عنها بس ما قلتلوش ولا جبت له سيرة، وكذبت عليه كمان وقلت له دي غلبانة ومحترمة، واكتفيت بالكلمتين دول وفضلت كل يوم أصحى أفتكر الموضوع ده وأحس إني ندمان وأبقى خلاص هتصل بيه وأقول له يبعد عنها، بس برجع في آخر لحظة لحد ما اتخرجنا وانا سافرت اشتغل في السعودية عند خالي. بس في يوم لقيت صاحبي ده بيكلمني، استغربت ورديت عليه، بس تخيل تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا حتى بتصلي عليه في التعليقات. لقيت صاحبي بيقول لي انه في السعودية هو ومراته ولسه متجوز ما بقالوش 5 شهور. فرحت ورحت اقابله ومراته كانت لابسة نقاب فما عرفتش اشوف وشها، وكنت فرحان جدا انه اتجوز واحدة منقبة ومتدينة وعارفة ربنا، فسلمت عليها وعرفت انه مطلعها العمرة دي مكافأة ليها عشان حفظت 5 أجزاء من القرآن لوحدها. فأخدته على جنب عشان أسأله أمال عملت إيه مع فلانة اللي كنت جيت سألتني عليها أيام الجامعة؟ قال لي ما هي اللي أنت لسه مسلم عليها دي، أنا اتجوزتها ومن ساعتها وهي قريبة من ربنا.